تشتري ايه ب 12000 جنيه او حوالي 250 دولار في اخر 2025؟ حرق الاسعار شغال نار، ويا تلحق يا ما تلحقش، والاسعار اللي هقولها موجوده اونلاين وفي بعض المحلات. واخر موبايل هو الصفقه. الاول موبايل قديم بس بمعالج كويس من كوالكوم، اداء ثابت في الالعاب، كاميرات كويسه، بيصور فيديو 4K، بس شاشته كيرف وما فيهوش NFC وبطاريته نص نص. ريلمي بي 1 برو سعره حوالي 11500 جنيه. التاني موبايل من ريلمي برضو، بديل اقوى في البطاريه وشاشته بقى مسطحه بسطوع اعلى، بس اداؤه اقل شويه، مش بتاع العاب، والكاميرا ما فيهاش 4K. ريلمي 14 تي سعره حوالي 10900 جنيه. التالت موبايل قديم من سامسونج باقوى معالج كوالكوم في الفئه، وشاشه سوبر اموليد بلس، وبيصور فيديوهات 4K، بس الكاميرات نص نص ومعليهوش اي حمايه، وعلبته فاضيه. الجالاكسي ام 55 سعره حوالي 11700 جنيه. الرابع البديل الاجدد للام 55 من سامسونج، بخامات ارقى وحمايه اعلى وتحديثات لمده اطول 6 سنين، ونفس تجربه الكاميرات بس بشاشه نوتش شكلها قديم وصوته مونو وعلبته فاضيه. الجالاكسي اي 26 سعره حوالي 11200 جنيه. الخامس موبايل حلو للجيمنج، هيسد معاك في الالعاب، بمعالج قوي من ميديا تك، وكاميراته كويسه مش وحشه، وشاشته حلوه بس كيرف. الانفينكس نوت 50 اس سعره حوالي 11700 جنيه. السادس موبايل فيه اقوى بطاريه، هتسد معاك يومين شغل، وشحن صاروخ، وخامات حلوه، وشاشه حلوه مسطحه، واداء يومي ممتاز بس مش بتاع العاب، والكاميرات ما فيهاش 4K. الفيفو في 50 لايت 5G سعره حوالي 13000 جنيه. السابع والاخير والصفقه فعلا، بس هتحتاج تزود الميزانيه شويه علشان تاخد موبايل جديد لسه نازل باقوى معالج، هيسد معاك في الالعاب، كاميرات ممتازه وبيصور 4K، شاشه مسطحه بسطوع عالي، وبطاريه تسد معاك يومين، وشحن صاروخ. الفيفو في 60 لايت 5G هتلاقيه بسعر اقل من 14000 جنيه، بس دور كويس. تنساش تقول لي رايك وتتابعني اكيد علشان تشوف كل جديد.